ينفع الست تتجوز نفسها من غير ولي؟ طب أولًا دي المسألة التانية اللي إحنا بنتكلم فيها عن حكم زواج المرأة من غير ولي. الفيديو الماضي يا أخوانا إحنا اتكلمنا عن مذهب أبي حنيفة وكلام العلماء ومن هم الأولياء من نظر الشريعة الإسلامية اللي المرأة ينبغي إن هي تحضرهم عند الزواج. مش هارجع للمسألة دي تاني، النهارده أنا هاتكلم في شرط الولي. اكتبي ورايا الحاجات اللي أنا هاقولها لأن في قواعد شرعية لازم الناس تبقى فاهماها. أولًا المسألة دي على قولين. المسألة دي على قولين، ومفيش حاجة بالله عليك اسمها أنا مذهبي حنفي، أنا مذهبي مالكي، أنا لازم أتبع المذهب. أنت يا حبيبي بتتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام وبتتبع كلام الله عز وجل. وإياك حسك عينك حد يضحك عليك يجي يقول لك إيه، لا أنا همشي تبع المذهب وما بخالفوش وهم قالوا لنا كده في الجامعة وقالوا لنا كده في مش عارف إيه. الله عز وجل قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وما ردنا اليوم إلى الله والرسول. طب القول الأول اللي قال إن الولي شرط وإن العقد اللي يتم بدون ولي زنا، يكاد يكون شبه اتفاق بين أهل العلم. قول مين؟ قول عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أحمد، إسحاق بن راهويه، الإمام أبو ثور، الإمام ابن حزم المذهب الظاهري. يكاد يكون شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن القيم، يكاد يكون شبه إجماع بين العلماء. يعني أنا بقول لك يكاد يكون شبه إجماع لأن الحنفية خلف على ان الزواج بدون ولي زنا والعياذ بالله. الادله هم عشان قالوا كده خلاص؟ لا، ايه الدليل؟ قول لي ايه دليلك. قال الله عز وجل وانكحوا الايام منكم. قال لك فربنا بيخاطب الاولياء او انكحوا بفعل الامر، ما خاطبش النساء. ايه رقم اتنين، الله عز وجل قال في سوره القصص اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين. وسيدنا شعيب لما كان بيتكلم او الرجل الصالح لما كان بيكلم سيدنا موسى، دي الايه رقم اتنين. رقم ثلاثة الله عز وجل يقول وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا. يعني ايه قال فلا تعضلوهن؟ فربنا بيخاطب الاولياء هنا ان ما تعضلش الزوجه. كلمه الاعضال بمعنى الزوج، وهنقول ده نفس الدليل ده احتج بيه مذهب الحنفيه على ان هي تزوج نفسها. وهنقول الايه دي نزلت ليه. يبقى انت كده عندك كام دليل؟ طيب والسيده عائشه رضي الله عنها قال ونكاح الجاهليه كنكاح بعض الناس اليوم، اللي هو ايه؟ بتزوج نفسها بدون اذن اهلها. طيب ده كده من القرآن. طب عندك من السنة قال صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. طيب وعندك كلام النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة زوجت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. طيب وعندك إيه كمان؟ قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. والإمام ابن حجر رحمه الله تعالى نقل عن الإمام ابن المنذر أنه يكاد يكون شبه إجماع على إن نقل إجماع الصحابة على إن الزانية هي اللي تزوج نفسها بدون إذن وليها. شايف؟ نقل إجماع الصحابة. ابن حجر نقل على الإمام ابن المنذر، وابن المنذر ده كان الكتاب بتاعه اسمه الأوسط، 10 مجلدات بيتكلم فيه عن فقه الصحابة بس، عشان تبقى أنت فاهم بس بين أقوال الصحابة. ده أقوال العلماء. طب القول الثاني أقوال الحنفية وأبو حنيفة، إيه حجتهم؟ قال لك أنت دلوقتي يا عم أنت جوزت زواج المرأة بدون وليها ليه؟ حجتك إيه؟ قال لك لأن الله عز وجل قال إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. ربنا بص قال فلا تعضلوهن أن ينكحن. وربنا بيقول لهم هو أن ينكحن يعني هي اللي عايزة تنكح. فعلماء الجمهور بيرد عليهم بيقولوا لهم هو انتوا عارفين الآية دي نزلت ليه؟ هو انتوا بتستخدموا القياس والعقل قبل النص؟ انتوا عارفين هي نزلت ليه؟ نزلت في معقل ابن يسار، صحابي كان عنده اخت زوجها الرجل وطلقها وانتهت عدتها، ولما انتهت عدتها 3 حيضات على الراجح، الراجل رجع تاني اراد ان يخطبها قال لا والله زوجتك واطعمتك وافرشتك ثم طلقتها ثم تريد ان تراجعها، لا والله لا افعل حتى اسال رسول الله. راح للنبي عليه الصلاه والسلام يساله واخته كانت لسه بتحبه عايزه ترجع له، فنزل قول الله عز وجل فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا. طالما رجع لك بالمعروف وعايز يتجوزها ومفيش مشكلة خالص رجعها. فالآية دي حجة عليكم مش ليكم. قال لهم طب الدليل الثاني؟ قال لهم ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأيم أحق بنفسها، وفي رواية الأيم أو الثيب تستأمر، معذرة تستأذن، والبكر تستأمر. فالعلماء ردوا عليهم لحظة واحدة بس، هو انتوا فاهمين ايه من الحديث ده؟ قالوا لهم فهمنا ان الايم هنا احق بنفسها ليه ان هي تزوج نفسها. قالوا لهم برضو غلط، استدلالكم غلط، كل الاستدلالات غلط. ليه؟
قال لي ان اصلا الحديث ده قيل في الاجبار، ان الراجل الولي بيجبر المرأة على الزواج، ومفيش، انا قلت في الفيديو الماضي مفيش اجبار على الزواج نهائيا سواء للبكر او سواء للثيب. هنا النبي كان يريد كما قال الصحابة والسلف، هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ان ممكن الولي يجي يستأذن البنت مثلا، يقول لها لا انت هتتجوزيه، هو راجل دين راجل صاحب خلق، يبقى حق الولي احق من البنت. لكن الست المتجوزه حق المتزوجه احق من الولي. ممكن ترفض تقول لا انا مش عايزه اتجوز انا حره. فبيسالوا النبي طب اذن البنت ايه البكر؟ قال اذنها صماتها، تسكت وتتكسف وتمشي خلاص. طبعا الحمد لله النهارده مفيش حد بيتكسف، اه يا بابا انا عايز اتجوزه، هتجوزه يا سيب البيت وامشي هجيب لكم مصيبه. فالحمد لله النهارده ما بقاش في حد بيتكسف، هي عايزه انا هتجوزه، مش عايزه خلاص سواء مطلقه او بكر. فالعلماء رد عليهم بيقولوا لهم انتوا بتتكلموا في الكلام ده على الاجبار في الزواج ومفيش الكلام ده. اخر حجه عندهم بيقولوا لهم ايه؟ قياس. زي ما الست بتروح تبيع وتشتري بدون اذن وليها، فليه ان هي تزوج نفسها بدون اذن وليها؟ رد عليهم العلماء قال هل تجتهدون مع نص؟ لا اجتهاد مع نص، هذا قياس فاسد وقياس باطل. فاذا بطلت حجه الحنفيه اللي بيقولوا ان الست تتجوز نفسها بدون اذن وليها. الامام البخاري نفسه بوب باب في الصحيح قال باب من قال لا نكاح الا بولي، وصدر الباب بقول الله واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، الايه بتاعت الجمهور. بس كده خلصنا. عارف المشكله فين؟ ان ابو حنيفه رضي الله عنه، الحنفيه رضي الله عنك يا امام، اجتهد فاخطا عادي. ايه المشكله؟ ان الحنفيه وابو حنيفه جم قالوا ايه هنا؟ بس في مشكله، لو تبين بعد ما زوجت نفسها بدون اذن وليها ان الراجل ده مش كفء وامين وثقه، لازم الولي هو اللي يجي يفسخ العقد. ازاي حضراتكم بتقولوا ان هي تزوج نفسها بدون وليها ولما تيجي تفسخ يكون هو موجود؟ في تناقض. ومن هنا رد العلماء قالوا كلام رسول الله واضح لا شك ولا مرية فيه، وأخطأ أبو حنيفة رضي الله عنه في المسألة. انتهت المسألة وكان أمر مقضية. أختم آخر حاجة يا أخي الكريم، إن المسألة خلاص هي كانت فيها شبه إجماع واتفاق، حتى الأزهر أفتى بالمسألة. يقول لك أنا سألت الأزهر أصلا بياخد بكلام يكاد كلام الصحابة وكلام العلماء. اللجنة الدائمة في السعودية عندك العلماء الربانيين، محدش بيقول إن المرأة تزوج نفسها يا إخوانا، إلا بقى لو أبوها أو أخوها رفض، دي بيبقى فيها تفصيل. ساعتها احنا امتى بقى المأذون او السلطان او الولي غير اهلها يزوجوها. ومن هنا يا اخوانا في هنا يعني خدمة احنا بنقدمها للناس. الخدمة دي بمشيئة الله تعالى، في من كتر الزواجات الخطأ اللي الناس بتعملها، احنا بفضل الله فتحنا باب الاستشارات الشرعية المتعلقة بأحكام الزواج وأحكام الطلاق والنفقة والمتعة والكلام ده. دي انا برد عليها بفضل الله عز وجل. يعني اللي عايزها انا بفرغ له وقتي خالص وبقعد ارد عليه، لان في ناس والله بتاخد وقت طويل جدا جدا وانا بيبقى عندي شغل. فانا ما عنديش مشكله، انا هفتح لك الباب ده اللي محتاجها بمشيئه الله تعالى. هسيب لك الرقم في التعليق، ولو احتجت اي حاجه راسلني عليها، وانا باذن الله تعالى هخصص لك الوقت، وباذن الله نتراسل سويا، وقت مخصص ليك، وباذن الله تعالى هرد على اسئلتك باذن الله. الامر الثاني ان الستات او البنات اللي عايزه تتزوج او الرجاله اللي عايزه يتزوجوا، انا بفضل الله عز وجل احنا لينا مكاتب في مصر، نظرا لان اهلي اغلبهم بفضل الله في منهم المحامين والمستشارين الى اخره. فبفضل الله عز وجل احنا بنيسر احكام الزواج. انا مش مأذون، انا وسيط بينك وبين الشخص اللي باذن الله تعالى هيوفر لك الاوراق وهيوفر لك العقود وهيوفر لك المواثيق بالعبره بالزواج الشرعي اللي النبي عليه الصلاه والسلام قاله في الشريعه الاسلاميه. فلو انت شفت بنت الحلال او لو انت شفت ابن الحلال، سواء انتوا في الامارات معانا هنا او سواء انتوا في السعوديه او سواء انتوا في مصر، بنقول لك على الشروط وبنحاول نجمعكم مع بعض باذن الله تعالى، وبنكتب الكتاب وبنعقد المواثيق على ميثاق الشريعه الاسلاميه. ممكن نوثقها في حكومي، وممكن تكون بالتراضي عند المأذون او بالتراضي عند الكاتب اللي بيكتب العقد، طالما ان هو بالشروط نظرا لمراعاه الظروف الاجتماعيه. بس كده خلصنا. انا اسف الفيديو طول، بس كان لازم من التفصيل في المسألة دي. شكرا، ارجو ان انت تشاركوا، ولو احتجت اي حاجة راسلني في الرسائل وبإذن الله اتواصل معك على الخاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.